التونسي يقف افتخارا بالمغرب، لأنه كيفتخروا بأن وجود بلد مثل المغرب في شمال إفريقيا، وكيمثل الدول العربية والأمازيغية في العالم، وتنظيم تظاهرة كبيرة مثل كأس العالم. وشفنا مؤخرا أنه انعقد اجتماع في لشبونة بالبرتغال، ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، بخصوص تقديم شعار الملف المشترك بين الدول الثلاثة التي تنظم كأس العالم سنة 2030. والشعار اللي لقى انتقادات كبيرة من طرف الجمهور المغربي، اللي قال لك أنه كتغيب الهوية المغربية في هذا الشعار. فوزي القجع في لشبونة اللي قال لهم أنه غادي يكون حدث استثنائي وتاريخي لتنظيم كأس العالم بين قارتين، القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. قال لهم هذا يكون من أحسن كأس العالم. الإعلام التونسي كيتمنى أنه يكون بحال المغرب. قال لك بعد ما كان أنه